سلسلة الكامون هي السلسلة الأشهر على الإطلاق من تكنو، واللي دايما بتقدم فيها مواصفات محترمة جدا، واللي بتعمل لها مبيعات ضخمة في الفئة المتوسطة. ومؤخرا بقى أعلنت تكنو عن تليفوناتها الجديدة في السلسلة دي، وهي الكامون 20، واللي بتيجي السنة دي ب4 إصدارات. واللي احنا في فيديو النهارده هنتعرف على أعلى نسخة فيهم من حيث المواصفات والسعر، وهي الكامون 20 بريمير، واللي هنتعرف على كل مواصفاتها وكل مميزاتها وعيوبها. بس يا ريت في الأول تدعموني بلايك وشير، وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. أنا محمود طمان، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. التصميم هو من المميزات المحترمة جدا اللي موجودة في التليفون، وهو أول انطباع إيجابي هتاخده عن الموبايل. فالكامون 20 بريمير بيجي من الظهر بتاعه بخامات تصنيع من الجلد، وده هيديك إحساس بالفخامة كده عن الموبايل. والجلد ده متقسم على هيئة أشكال هندسية شكلها جميل جدا، وشكل السيت اب بتاع الكاميرات مختلف ومدي للتليفون شكل مميز. وجودة التصنيع والتقفيل بتاع التليفون كويسة ومحترمة جدا. وكمان اللي مزود من شياكة الموبايل ده هو إنه سمكه نحيف ووزنه مش تقيل، وده بالتالي هيخليك تستخدم الموبايل بسهولة، وكمان هتتعود عليه بسرعة. فبصراحة تصميم التليفون هو من أهم إيجابياته، وهيديك إحساس كده بالفخامة والتميز، وأنا ماليش عليه أي تعليق سلبي. الكامون 20 بريمير من تكنو بيجي بشاشة كاملة بالتصميم الجديد اللي بثقب أو بانش هول، والثقب ده حجمه صغير جدا وبيجي في نص الشاشة من فوق. والشاشة مساحتها كبيرة 6.67 بوصة، وده بيخلي الموبايل من فئة الفابلت. والشاشة من نوع أموليد بجودة فول اتش دي بلس، بحيث ان كثافة البكسلات في الشاشة 2400 في 1080 بكسل، وده هيدينا 395 بكسل لكل بوصة في الشاشة. ودي كثافة ممتازة جدا بالنسبة لحجم الشاشة الكبير ده. الشاشة بتيجي بأبعاد عرض كبيرة 20:9، وبتستحوذ على 89.3% من حجم الواجهة بتاع التليفون كله. ولما نيجي بقى نتكلم عن الأداء بتاع الشاشة دي، فهي بصراحة هتقدم لك أداء ممتاز، وده كعادة يعني كل الشاشات الأموليد. فدرجة الحدة والتشبع والسطوع بتوع الألوان اللي بيظهروا على الشاشة دي أكتر من ممتازة. الألوان درجة حدتها وتشبعها عاليين وممتازين جدا، وكل حاجة بتظهر على الشاشة بشكل هايل. فالكلام والتفاصيل والأيقونات اللي بيظهروا عليها بيكونوا متشافين وواضحين بشكل كويس جدا. وبرضه من المميزات المحترمة اللي موجودة في الشاشة دي إنها بتيجي بمعدل تحديث ريفرش ريت 120 هرتز، واللي بالتالي هتخلي أي حاجة تشتغل معاك على الشاشة دي سواء فيديوهات أو جيمز تشتغل بشكل سموز وانسيابي وسلس جدا. الشاشة درجة سطوعها ممتازة، ومش هتعاني خالص وانت بتستخدمها تحت أشعة الشمس المباشرة. وبرضه حواف وأطراف الشاشة حجمهم صغير جدا، ودي من أهم المميزات اللي موجودة في الموبايل. ولكن للأمانة مش أفضل شاشة موجودة في الفئة السعرية دي، ولكنها في المجمل هتكون مرضية جدا بالنسبة لك. الكامون 20 بريمير من تكنو بيجي بمعالج من إنتاج ميديا تك، وهو دايمنسيتي 8050، وده لسه معالج مش منتشر قوي، ولكنه بصراحة معالج محترم في الفئة المتوسطة. فهو معالج اوكتا كور ثماني النواة، وبيجي بتردد لغايه 3 جيجا هرتز بدقه تصنيع 6 نانومتر، مع معالج رسومي وهو المالي G77 MC9. الموبايل بيجي بنسخه واحده بسعه تخزين 512 جيجا بايت، مع ذاكره عشوائيه 8 جيجا رام. وبصراحه دي ارقام وساعات هتكون كافيه جدا لاستخدامك. ولما نيجي بقى نتكلم عن الاداء بتاع الموبايل، فهو بصفه عامه هيقدم لك اداء ممتاز، وده في كل المهام والاستخدامات. يعني في المهام اليومية المعتادة زي استخدام تطبيقات السوشيال ميديا والتصفح والمكالمات والحاجات دي كلها، التليفون هيقدم لك أداء هايل، مش هيقابلك أي تهنيج أو لاج في الموبايل وأنت بتستخدمه. وبالنسبة برضه لأداء التليفون في المهام المتعددة أو المالتي تاسكينج، فهو هيكون أداء ممتاز جدا. هتقدر إنك تفتح أكتر من تطبيق في الخلفية وتتنقل ما بينهم بشكل سلس وسريع، وده برضه من غير ما يقابلك أي تهنيج أو لاج في التليفون. والموبايل هيقدر يحتفظ بالتطبيقات دي لمدة طويلة في الخلفية من غير ما يقفلهم، وده علشان السعة الكبيرة بتاع الرامات. وبالنسبه برضه لاداء التليفون ده في الجيمز، فهو هيقدم لك اداء كويس جدا، وهتقدر انك تلعب كل الجيمز الخفيفه والمتوسطه من غير ما يقابلك اي تهنيج او لاج في التليفون. وبرضه في الجيمز التقيله اللي بجرافيك عالي، فهي هتشتغل معاك بشكل كويس جدا، حتى لو انت بتلعب الجيمز دي على اعلى اعدادات جرافيك. فلو انت عاوز موبايل في الفئه المتوسطه يقدم لك اداء متوازن ما بين الاستخدامات اليوميه والجيمز، فبصراحه الكامون 20 بريمير من تكنو هيكون موبايل ممتاز جدا بالنسبه لك في النقطه دي. اما بقى بالنسبه للكاميرات، فهي من اقوى واهم المميزات اللي موجوده في التليفون. فالكامون 20 بريمير جاي بكاميرا خلفيه ثلاثيه. الكاميرا الاساسيه بتيجي بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.8. اما بقى الكاميرا الثانيه فهي كاميرا الترا وايد، ودي الخاصه بالتصوير بزاويه واسعه، وبتيجي بدقه 108 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.2. والكاميرا الثالثه والاخيره فهي الخاصه بعمل العزل او وضع البورتريه، وبتيجي بدقه 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.4. والثلاث كاميرات دول ملحقين بفلاش LED على شكل دايري. ولما نيجي بقى نتكلم عن الاداء بتاع الكاميرات دي، فالكاميرا الاساسيه بتاع الموبايل هتقدم لك اداء ممتاز،
درجة الحدة والتشبع والسطوع بتوع الألوان اللي بيظهروا في الصور اللي هتاخدها بالكاميرا دي هيكونوا هايلين جدا. الألوان بتكون واضحة ورايقة بشكل ممتاز قوي، وكمية التفاصيل اللي بتظهر في الصور كتيرة ودقيقة، والألوان مظبوطة مفيش كده لون داخل على التاني. خصوصا كمان إن الكاميرا دي بتدعم خاصية السنسور شيفت، واللي بتحسن جدا من جودة الألوان والتفاصيل اللي بتظهر في الصور. وكمان الكاميرا دي بتدعم خاصية الليزر اوتو فوكس، واللي بتظبط لك الفوكس بتاع الكاميرا لما تيجي تصور أي حد. اما بقى بالنسبه للكاميرا الالترايد فاقدر اقول لك عليها بصراحه انها اقوى كاميرا الترايد موجوده في الفئه السعريه المتوسطه كلها، وهتقدر انك تاخد بيها صور باكبر مساحه ممكنه بدرجه جوده ممتازه. اي نعم الجوده بتاعتها بالليل بتقل شويه، ولكن يعني مش بفرق ملحوظ. اما بقى بالنسبه للكاميرا بتاع العزل او البورتريه فانت هتقدر باستخدامها انك تحدد اطراف الصور وتعزل الخلفيه بشكل كويس. اي نعم ادائها مش اقوى ولا افضل حاجه وبيظهر فيها شويه غلطات، ولكنها هتأدي الغرض معاك يعني من غير اي مشكله خالص. بالنسبة بقى لتصوير الفيديو فانت هتقدر تصور فيديوهات بجودة 4K بدقة 2160 بكسل ب 30 فريم في الثانية، وبجودة Full HD بلس بدقة 1080 بكسل ب 30 فريم في الثانية. ونفس الكلام برضو ينطبق على الكاميرا الأمامية بتاع الموبايل، فالتليفون بيجي بكاميرا أمامية ممتازة جدا بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.2، واللي ملحقة بفلاش LED من قطعتين، وهتقدر باستخدام الكاميرا دي انك تاخد صور سيلفي ممتازة. وبرضه من المميزات المحترمة اللي موجودة في الموبايل هي البطارية، فالتليفون بيجي ببطارية كبيرة بسعة 5000 ملي أمبير، وأي نعم دي مش أكبر سعة بطارية موجودة في الوقت الحالي، ولكنها هتكون كافية جدا لاستخدامك وهتكمل معاك اليوم كله من غير أي مشكلة خالص، خصوصا إن المعالج اللي موجود في التليفون ما بيستهلكش كتير من طاقة البطارية. ولكن بقى من أهم المميزات اللي موجودة في البطارية دي إنها بتدعم الشحن السريع، وده بقدرة 45 واط، واللي هتقدر إنك تشحن بيها التليفون من 0 ل 100% في حوالي 55 دقيقة بالظبط، وطبعا ده هيكون من خلال منفذ USB تايب سي. الموبايل بيجي باحدث نظام تشغيل اندرويد 13 مع احدث واجهه مستخدم من تكنو وهي الهاي او اس فيرجن 13. وبصراحه الواجهه دي شكلها ظريف جدا والايقونات بتاعتها شكلها جميل ومميز. اي نعم هي ممكن تكون تقيله شويه على الموبايل، ولكن الهاردوير القوي بتاع التليفون ما بيفرقش قوي في الحته دي، وهي واجهه سلسه الى حد ما في ادائها على الموبايل ومفيش فيها باجز او مشاكل كتير. وفيها مميزات تانية كتير زي انها بتدعم وضع الدارك مود بالكامل، وهتقدر من خلالها انك تعمل نسختين من تطبيقات السوشيال ميديا وتقسم الشاشه لجزئين علشان تستخدم تطبيق في نفس الوقت. التليفون بيدعم تركيب شريحتين من نوع نانو سام، والشريحتين دول بيدعموا الاتصال بشبكات الجيل الخامس ال 5G. ولكن بقى التليفون ما بيدعمش تركيب كارت ذاكره خارجي مايكرو اس دي كارد، وبصراحه ده مش عيب في التليفون لان الموبايل بيجي بسعه تخزينيه كبيره. التليفون بيجي بمستشعر بصمه اسفل الشاشه، والمستشعر ده اوبتيكال مش سوفت وير، وعلشان كده اداؤه هيكون ممتاز جدا من حيث الدقه او السرعه بتاعته. كمان التليفون بيدعم خاصيه الفيس انلوك علشان تقدر تفتح التليفون بتاعك باستخدام بصمه وراج الفيس اي دي، واللي بتشتغل بشكل كويس جدا من حيث دقتها او سرعتها. وبرده من المميزات المحترمه اللي موجوده في الموبايل انه بيجي بسماعات ستيريو، والسماعات دي صوتها عالي ونقائها كويس جدا، وطبعا ده مع الشاشه الكبيره اللي بجوده عاليه اللي موجوده في التليفون هيقدموا لك مع بعض كده تجربه مالتي ميديا في منتهى الجمال والروعه. الموبايل مليان مستشعرات، فهو بيجيب مستشعرات التقارب والتسارع والضوء المحيط والبوصله، والجي بي اس اللي في الجهاز ده كويس جدا من حيث الدقه والسرعه بتاعته. كمان التليفون بيدعم تركيب وصلات الاو تو جي، وموجود فيه مستشعر الاتصال القريب المدري NFC، وكمان موجود فيه راديو FM. ولكن بقى التليفون ما فيهوش مستشعر IR، وبيجي باصدار بلوتوث 5.2. الموبايل بيجي بلونين اسود وازرق سماوي، وعلبه التليفون بيجي فيها الشحن السريع وسلك توصيل USB تايب سي وجراب للموبايل وسماعات هاند فري، وده بيصدر الشريحه والضمان وكتاب التعليمات. وسعر البيع بتاع الموبايل $440. اول ما التليفون يكون متاح للبيع في السوق هسيب لكم لينكات الشراء تحت في صندوق الوصف علشان اللي حابب يشتري التليفون ده. الكامون 20 بريمير من تكنو هو بصراحه تليفون على مسمى بريمير، فكل مواصفات الموبايل فخمه جدا، سواء من ناحيه التصميم الجميل جدا والشاشه الممتازه والاداء القوي والكاميرات الهائله وباقي المواصفات المحترمه بتاع التليفون. ولكن بصراحه سعر الموبايل غالي شويه بالنسبه لرينج الاسعار بتاع تكنو. فالسؤال هنا، هل انت ممكن تدفع مبلغ كبير زي ده خصوصا لما نحوله للمصري في موبايل زي ده؟ احب اشوف اجاباتكم على السؤال ده في التعليقات. وفي نهايه الحلقه بشكر كل واحد شايف الفيديو للنهايه، وطبعا ما تنساش اللايك والشير، ولو ده اول مره تشوفني فياريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان تكون اول واحد يشوف الحلقات الجديده. واشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.